صباح الخير يا حلوين، كل عام وانتم بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض سحور جميل خالص، طريقة سهلة وبسيطة جدا. هنعمل الفول بالطريقة الفلسطينية، ومش هنعمل الفول على الطريقة الفلسطينية بس، لا ده احنا كمان هنرسم عليه علم فلسطين. هنحتاج زيتون وطماطم وكزبرة والفول، الفول اللي احنا دمسناه السنة اللي فاتت مع بعض على القناة. فول سخن كده من القدرة مباشر، هنضيف عليه معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة من الملح، ومعلقة كبيرة من الثوم المهروس على الشطة الحامية، وعصير ليمونة كبيرة. هنهرس كل الكلام ده مع بعضه، وكده معانا أجمل طبق فول فلسطيني يتاكل كده بحبة عيش سخنين زي العسل. عشان نرسم علم فلسطين طبعا هنحتاج سيرفيز نقدم فيه كده يكون مستطيل، وهنسوي السطح كده بالشكل ده. هنجيب ورق كرتون مغلفاه بالسلوفان عشان نعرف نرسم العلم كويس. نقسمه ل3 أجزاء كده. الجزء اللي فوق هنرسمه بالزيتون، ويفضل يكون زيتون غامق عن كده، بس ما كانش موجود غير ده. والجزء اللي تحت هنعمله بالكزبرة، والجزء اللي في النص هنعمله بالطحينة البيضة. والطحينة البيضة دي من فيديو الطحينة اللي نزل قبل رمضان. بناخد معلقتين من كده من الطحينة ونضيف عليهم عصير نص ليمونة وشوية مية دافيين، شوية مية ننزل بيهم شوية شوية عشان خاطر ما تبقاش سايلة معانا خالص. احنا عايزينها بالقوام اللي في الفيديو ده. ونص معلقة من الكزبرة ونص معلقة من الكمون ورشة من الملح. قلبنا كله مع بعض عشان تبقى خفيفة. وكده كده الفول فيه توم، فاحنا عايزينها تكون خفيفة كده عشان ايه طبعا السحور وكده. هما بيستخدموا طحينة الحمص. هنشيل بقى ورق الكرتون ده بعد ما سوينا كده الطحينة عشان نعمل المثلث اللي موجود في العلم، المثلث الأحمر الموجود في العلم. هنستخدم طماطم قسمناها 4 كده، وهنرسم المثلث بيها بالشكل الجميل ده. كده بقى عندنا أجمد طبق فول فلسطيني شكلا وموضوعا. تركة أخيرة، هما بيستخدموا زيت الزيتون، طبعا بيديله نكهة جميلة خالص. اللي حابب يستخدمه يستخدمه، واللي مش حابب بلاش. أتمنى الفيديو عجبكم، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.